التشكيل المتوقع لماتش السوبر المصري. اول حاجه عندك في الحراسه وهو مصطفى شوبير، وعندك في الدفاع عندك اشرف داري ورامي ربيعه، وان شاء الله اشرف داري يرجع لمستواه، وهو على فكره مش في مستواه قوي دلوقتي لان كان عنده اصابه. لكن الظهير الايسر هيكون يحيى عطية الله. هو ما قدرش يثبت نفسه في الفتره اللي يتواجد فيها، ان هو غلط غلطه قصاد نادي الزمالك، واللي قدر ناصر منسي يجيب الجون والنادي الزمالك يكسب ويحصل على كاس السوبر الافريقي. عندك في الظهير الايمن عندك عمر كمال عبد الواحد، اللي حرفيا البديل الاقوى ليه محمد هاني معلش. عندك في خط النص عندك امام عاشور، عندك قفشه، عندك مروان عطية ما شفناهوش في الملعب كتير، بس هو من اللعيبه القويه اللي ان شاء الله نشوفها بتأدي بمستوى جامد في النادي الاهلي. عندك في الهجوم اسامه ابو علي، حسين الشحات، رضا سليم او بيرستاو، لكن الاقوى